هذا الكتاب صغير في حجمه لكنه عظيم في نفعه ومناسب جدا لهذه الأيام، أعني أيام 10 ذي الحجة وكذلك أيام التشريق، وكذلك مناسب لشهر الله المحرم. الكتاب هو أحاديث 10 ذي الحجة وأيام التشريق، ويليها أحاديث شهر الله المحرم، وهو للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله. أولا، الكتاب في 56 صفحة مع الفهارس والمقدمة، فهو مختصر جدا. الأمر الثاني بالنسبة لطريقة عرض الكتاب، فالشيخ قسم هذا الكتاب على مجالس مناسبة للجلسات واللقاءات. وطريقة الشيخ أنه يبدأ أولا بالتبويب، فيذكر بابا أو ترجمة، فيقول مثلا فضل العشر والعمل الصالح فيها، ثم يذكر حديثا مناسبا لهذا الباب، ثم يتحدث ويشرح هذا الحديث في مجلس مختصر في صفحة أو أكثر بقليل أو أقل بقليل، وفيها ما يتعلق بيوم عرفة وكذلك شعائر يوم العيد، ثم بعد ذلك أحاديث شهر الله المحرم. والكتاب متوفر في موقع الشيخ وفي قناة تليجرام اسمها كتب الشيخ عبد الله الفوزان، وفيها جميع كتب الشيخ. أما بالنسبة لهذا الكتاب فقد وضعته في قناتي، وسوف أضع رابطها في التعليق المثبت.